اخر هداف لمع في سماء المنتخب المصري. لا مش هو ده، ولا طبعا ده. ده هداف القلوب عادي يعني، بس برضو مش هو ده. ايوه هو ده. ثبت لي بقى الكاميرا هنا شويه كده سلومه. مش مهم انا يا عم، المهم مصر، المهم مصر ومنتخب مصر وصلوحه طبعا حبيب قلب يا جماعه اللي انا بحب، انتوا عارفين. يا بابا 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 يا بابا. احنا مش هنروح لكاس العالم، احنا كاس العالم هو اللي هيجي لنا وفي تاكس. ماني ومحرز وتراوي بداوا مشوارهم في البريمير ليج سنه 2014، ودروجبا قعد يجي 11 موسم بحالهم. جه بقى صلوحه بقى في 6 مواسم بس عمل اللي ما قدروش يعملوه طول مسيرتهم الكرويه، يعني اكتر واحد سجل واكتر واحد عمل اسيستات وعمل كل حاجه. ده كمان اكتر واحد بياخد لاعب الشهر، ده لسه واخد لاعب شهر اكتوبر من كام يوم، وهياخد برده لاعب شهر نوفمبر عشان تبقوا عارفين يعني. ده كده سبق، انا بقول لهم سبق صح. ده حتى معديهم يعني في وقف الانسانيه وفي مساعدته لاولاد بلده، ولولا ان الدنيا كلها بتطبل لريال مدريد كان زمانه واخد جايزه سقراط. وبالرغم من ان هو اعظم لاعب دلوقتي بيلعب في اوروبا الا انه لسه برده مش واخد التقدير المطلوب. في عنكبوت من قلب الجرنبيطه سلوم. وده مش كلام يا جماعه عشان ما تقولوش ان انا بطبل الصلوحه. ايوه انا يعني انا في العاده بطبل الصلوحه، بس ده تحديدا بقى مش كلامي، ده كلام هاري مريبيان مدرب نادي توتنهام السابق، وقال ان في واحد في امكانيات صلاح ومع ذلك مش واخد خالص التقدير اللي هو يستحق، وقال ان مكانه كرقم 11 في الكره الذهبيه ده مش عدل خالص، ظلم، لجنه ظالمه ما جايين تدوها لميسي اللي هو اساسا ساب اوروبا، يعني بطل يلعب في اوروبا ورايحين تديها له برده. هو راح يلعب فين؟ امريكا دي نفوذها برده يا جماعه جامد جدا، خلي بالكم. يعني اعتقد ان الموضوع برده في لعبه سياسيه، عشان برده لو خدها صلوحه مثلا او بقى المركز الاول انت كده جاي تقول يعني ان مصر احلى من امريكا. طبعا امريكا ما رضاش الكلام ده، دي ماما امريكا. واضح الناس صلومه ايه ما حلش سياسيا يعني. بعد ماتش مع بريدفورد اتصل فورا بفيتوريا. صلاح قال له بص يا عم فيتوريا انا عايز اشارك اساسي في ماتش جيبوتي. فقال له ايه يا عم انت، هو انت المدرب ولا انا اللي اقول مين اللي يلعب ومين اللي ما يلعبش؟ بعدين يعني مش مستاهل ان انت تتعب نفسك وتنزل من انجلترا على مصر مخصوص، يعني ده جيبوتي، ده احنا ممكن نغلبهم بفرقه الكره النسائيه. هو مصر عندها فريق كره نسائي في منتخب مصر ونحن ليه ما بنعملش عنه حلقات؟ فصلاح قال له ما بلاش الكلام الخايب ده اللي يجيبنا ورا، احنا عايزين نبدا كده كاس العالم بدايه قويه، لازم يبقى معاكم صلوحه في المنتخب. طبعا هو من غير صلوحه المنتخب ده يبقى ليه طعم سلومه؟ والله العظيم متخيله انا مش عارفه يعني صلوحه خلاص كمل انا اسف. طبعا يعني فيتوريا ده ما يقدرش يكسر كلام صلوحه، يعني ده زعيم المنتخب، يعني ممكن لو قلب عليه في مره يقلب عليه الراي العام المصري كله. انا فيهم بقدونس وانهي الكزبره دي الكزبره. بيقولوا يا جماعه ان الكزبره بتبقى يعني حجمها اصغر من البقدونس. يا ريت في الكومنتات تقولوا لنا ازاي بتعرفوا تفرقوا بين الكزبره والبقدونس. يعني انا على ما اتذكر ان الكزبره عشان بتبقى كده اصغر شويه في الطول. شفت بقى يا سلوم انا فيديو واحده بتعمل لك القرنبيط بس بتقول لك ان انت المفروض ما تحطش عليه بقدونس. فهل في مدرسه فعلا في الطبخ تقول لك ان المفروض احنا ما نحطش بقدونس على القرنبيط؟ محمد صلاح من هو بيسخن كده من قبل ما الماتش يبدا لاحظ ان وجود الجماهير يعني مش قد كده. عدد الجماهير حرفيا فكروا بايام ما كان بيلعب لسه في المقاولين، يعني ده كان نفس الحضور، ويمكن كمان كان ايام المقاولين عدد الجمهور كان اكبر كمان. بس قال يعني يمكن عشان لسه الماتش ما بداش، يعني زمان الناس جايه في الطريق، صلاح سالم زمان واقف، فهنستنى شويه كده يمكن ربنا يكرم والناس تيجي. برضه هو بيبقى فيه زحمه في الوقت ده، لكن برضه بعد ما الماتش بدا لسه الجمهور عدده قليل. طب تفتكروا يا جماعه ليه عدد الجمهور قليل؟ يعني مع ان المفروض ان ده ماتش منتخب، واحنا دايما في ماتش المنتخب بنبقى مهتمين يعني بالكوره والكلام ده، وكمان ده مش ماتش ودي، يعني مع ان بالرغم من ان كان ماتش تونس كان ماتش ودي، ولكن مع ذلك كان في برضه حضور اكبر. اعتقد اسمه برضه عشان منتخب تونس من المنتخبات القويه برضه فالناس مهتمه، لكن منتخب جيبوتي على قده يعني، او ممكن عشان الدنيا برد شويه دلوقتي، الناس لسه ما لحقتش تطلع الشتوي برضه ولسه هيغسلوا ولسه هينضفوه من النفتالين والكلام ده. لكن طبعا كل الحاجات دي ما حبطتش صلاح، يعني هو كان بس بيتساءل. بس برضه سلومه برضه فرق شاسع برضه لما كان بيبقى في ليفربول وبيقعدوا يغني له ذا ايجيبشن كينج ذا ايجيبشن كينج. يجي برضو دلوقتي يلاقي المشهد ده برضو فيه احباط. يا ريت يا جماعه في الكومنتات تقولوا لنا هل فعلا ده ممكن يسبب احباط لصلوحه؟ صلاح اتحفز اكتر يعني باللي شافه ده، ويعني ودو هيز بيست. حلوه دو هيز بيست دي حته انجليزي كده برضو بنتكلم عن ليفربول وكده. ديد هيز بيست ديد عشان ده ماضي. اثبت بقى للجمهور ان صلاح اللي فات حاجه وصلاح اللي جاي حاجه ثانيه، وقام جايب اول جول ليه في الدقيقه 18 في اليسار ثم محمد صلاح. طبعا زي ما انتم شايفين يعني لاعبين منتخب جيبوتي رفعوا ايديهم اكتر ما لعب. قال ايه يعني ده تسلل؟ يعني تسلل ايه يا ابني؟ ده صلوحه اللي بيلعب يا ابني، يعني هو عارف امتى يتمركز وعارف امتى يشوط وعارف امتى يستنى شويه. وبعدين صلوحه جات له ضربه جزاء، واحنا متعودين من صلوحه ان هو كده يعني بيسجل ضربات الجزاء وهو مغمض عينيه. جه بقى صلوحه هنا بقى
بقى استلم اسيست جامد جدا من فتوح يضيعه، وهوب دبل كيك قام جايب الهاتريك. زمايله بقى في الفرقه قالوا له كفايه بقى يا عم، احنا كده يعني الناس كده بتوع جيبوتي دول هيروحوا محبطين يعني. قالوا له بالراحه علينا بقى، علينا يا شيخ يعني، ده انا برضو يا جماعه من محبين بهاء سلطان برضو، عشان كده افتكرت الاغنيه يعني. المهم يعني قالوا له ايه بالراحه بقى شويه صلوحه، كفايه بقى جوال، عايزين احنا كمان ناخد دورنا بقى ونجيب شويه جوال بقى. فصلوحه قال لهم والنبي كده بس اجيب انا كمان الجول الجاي ده عشان انا اجيب هاتريك، يبقى اول سوبر هاتريك ليا في المنتخب. وقام جايبه يا جماعه بتسديده عالميه ما حصلتش قبل كده، يعني هو فعلا يا جماعه شاط الكوره من غير ما يشوف الجول. صلوحه كان الحقيقه كان عنده فرصه ان هو يجيب الخامس كمان ويبقى عمل ميجا هاتريك، بس قال لا خلاص بقى كفايه عليا كده يعني، برضو عشان برضو احترم الخصم يعني، الناس برضو ما تزعلش، برضو عشان زمايلي في الفرقه يعني، انا كده جامد جدا ومعلم على الكل ايوه، بس يعني ايه برضو عشان ايه لاراقه الدماء حفظ ماء الوجه، بس بلاش اجيب الميجا ده. لما كنت جبت الميجا يا صلوحه يبقى 5 في عين السنغال ان شاء الله. مش عارفين نرقيك يا ابني ولا نعمل لك ايه؟ عملت تتحسد يا ابني، عملت تتحسد يا ابني. رغم الاحترام والتقدير اللي صلوحه عنده المنتخب جيبوتي، الا ان لاعيبه جيبوتي حسوا كده بالاهانه يعني، وراحوا علشان يتشاكلوا مع صلوحه. طبعا عشان احنا ابننا محترم ومتربي وعارف الاصول ما بيرضاش يتشاك، لكنه قال ما بينه وبين نفسه كده انا غلطان بقى، انا غلطان ان انا قلت ان انا احترمكم واعتبركم ناس محترمين، واطلع الروح بتاعه الشاب المصري الاصيل المحترم اللي بيحترم غيره وبيحترم الشعوب اللي هي ضيوف على بلده، بس انتوا ما ينفعش معاكم الكلام ده. وادى امر لمصطفى محمد وتريزيجيه ان هم يشوفوا شغلهم بجد ويعرفوا التانيين دول الخصم اللي مش محترم دول يعني ايه مصر ويعني ايه المنتخب المصري. بعد الماتش ما انتهى يا جماعه كلنا عارفين ان اللي بيجيب الهاتريك هو اللي بياخد الكره بتاعه الماتش وبيحتفظ بيها في قلب بيته، يعني هياخدها مع انجلترا ولا ممكن ياخدها في نجريج برضه. وطبعا جه صلاح يعني عشان ياخد الكره، لكن لاعب جيبوتي استلوح كده وخدها ومشي، وكأن صلاح يعني قال كده يعني هو بيغفل صلوحه كده، الواد مش هياخد باله يعني. بياخد باله مين يا ابني؟ ده صلوحه يعني، يشوف اللي ما يتشافش ويعرف اللي ما يعرفش، ده ممكن يجلب الحبيب. وصلوحه يا ابني قال له ايه يا اعمى انا اللي جايب الهاتريك مش انت. ايوه قال له ايوه انت جبت الهاتريك بس انت جايبه بطريقه عكسيه يعني، عشان انت دخل فيك 3 اجوان. صلوحه ده عسل اقسم بالله بموت فيه. جوارديولا يا جماعه اللي هو مدرب مانشستر سيتي لما شاف الماتش قلق جدا يعني، وفكر ما بينه وبين نفسه كده، او قعدت دماغه كده تجيب وتودي، عشان انتوا عارفين ان مانشستر هيقابل ليفربول يوم 25 اللي جاي يعني. فضل بقى يقول لنفسه كده يعني واحد جايب في اخر ماتش ليه هاتريك، امال لما قابلنا احنا يعمل معانا ايه؟ صراحه يعني هو سؤال فعلا منطقي يعني. انا شخصيا يا جماعه صراحه متوقعه ان صلوحه مش هيجيب اقل من جونين. فطبعا انتوا هتقولوا لي طب وفيها ايه يا زوزه يعني؟ طيب ما احنا ايه الجديد اللي انتوا قلتيه؟ ما احنا عارفين ان هو كل مره بيجيب جونين. اقول لكم ايوه عندكم حق يعني، انا من كتر ما شفت يعني انا الحقيقه يعني ما عنديش معلومه اضافيه اقولها لكم. عادي صلوحه ده العادي بتاعنا هو بيجيب بالجول والاثنين، ساعات بيجيب 3 ساعات بيجيب 4. خلاص يا جماعه عموما عايزه اقول لكم شكرا.